بدل ما تضيع وقت في كتابة البرومت والتعديل عليه كذا مرة، جرب تخلي تشات جي بي تي هو اللي يكتبه لك بنفسه، وبعدين خليه ينفذه. الخطوتين دول لو جربتهم هتلاحظ فرق كبير في السرعة ودقة التحليلات. السلام عليكم. في فيديوهات فاتت اتكلمت عن طريقة بستخدمها في كتابة البرومت لتشات جي بي تي في تحليل البيانات على الاكسل، وقسمت البرومت لراس وجسم وديل، واتكلمت بالتفصيل عن راس وديل البرومت. وفي الفيديو ده هبتدي كلام عن جسم البرومت، وأقسم جسم البرومت لمجموعة أفكار وملاحظات أنا مريت بيهم وجربتهم، ولو أنت خدتهم في اعتبارك ممكن تستفيد منهم. وخلينا نبتدي بالفكرة الأولى، وهي إزاي نخلي تشات جي بي تي يساعدنا في كتابة البرومت. زي ما أنت عارف، المفتاح الأساسي عشان تاخد نتائج دقيقة من تشات جي بي تي هو إنك تكتب له برومت يكون واضح ومليان تفاصيل. ومن أسهل الطرق لكتابة البرومت في حالة إنك عايز تعدل أو تحلل ملف إكسل هو إنك تطلب من تشات جي بي تي يحلل الملف بنفسه ويولد لك برومت جاهز فيه كل التفاصيل اللي هو محتاجها، عشان تطلب منه بعدين ينفذ لك البرومت اللي هو اقترحه لك. ممكن يبان غريب شويه ان اطلب من تشات جي بي تي يكتب لي البرومت بنفسه اللي هو في الاساس هديهوله بعدين عشان ينفذه، لكن خليني اوضح لك الفكره زي تشات جي بي تي ما شرحها لي. يعني تشات جي بي تي نفسه شايف ان الخطوه دي ممكن تدينا نتائج افضل. مبدئيا تشات جي بي تي ما بيعدلش على ملف الاكسل مباشره جوه المحادثه، لكن في الغالب بيولد كود بايثون ويشغله عشان ينفذ التغييرات المطلوبه اللي انت محتاجها على الاكسل، وده طبعا في نسخه جي بي تي بلس. خليني اقول لك المثل اللي تشات جي بي تي قاله لي. تخيل انك بتطلب من تشات جي بي تي يحفر بير. هو مش هينزل يحفر بير بنفسه، لكن بيعمل معدة ولتكن حفار مثلا ويشغلها عشان هي تنجز الشغل، وبعدين يديك هو في الاخر النتيجة. نفس الفكرة مع الملفات. تشات جي بي تي مش بيعدل الجداول مباشرة، هو بيولد اداة بكود بايثون ويخلي الاداة هي اللي تشتغل. يعني عمليا تشات جي بي تي بيتصرف كمبرمج بيولد اداة صغيرة تساعده ينفذ اللي بتطلبه منه. وعشان كده لما تسيب تشات جي بي تي هو اللي يكتب البرومت الخاص بالمهمة اللي انت محتاجها على الاكسل، بيكون الناتج في الاغلب ادق ومتوافق اكتر مع اسلوبه في كتابة الكود. وهتقدر تشوف في بعض النتائج اللي تشات جي بي تي بيديها لك علامة في الاخر، لو عملت عليها كليك هيفتح لك كود بايثون اللي هو عامله عشان ينفذ المطلوب. وبالتالي لو هطبق دوت في عمل جسم البرومت فممكن اطبقه على مرحلتين. المرحلة الاولى اني اطلب من تشات جي بي تي يفكر ويديني برومت مقترح من عنده، والمرحلة التانية اني اقول له ينفذ المقترحات اللي هو اداها لي دي. وتعال نطبق الكلام دوت عملي. في الخطوة الاولى ممكن اكتب مثلا برومت زي ده. افترض انك هتحلل ملف الاكسل المرفق، وولد برومت تفصيلي يشمل كل التعليمات اللازمة لتحليل البيانات واخراج جداول تحليلية واضحة. واكتب لي في الاول قائمة باسماء الجداول التحليلية اللي شايف انها الانسب للبيانات دي. هلاحظ هنا في النتيجة انه اداني تفاصيل التحليلات اللي انا ممكن استخدمها في البرومت. وهنا ممكن يجي في ذهنك، طب ما انا ممكن اقول له يديني التحليلات على طول، ليه اطلب منه مقترحات في الاول؟ السبب الاول ان ده هيديني قدرة اني اعدل على البرومت اللي هو هيطلعه لي مباشرة قبل التحليلات. زي على سبيل المثال اني هحتاج اضيف زي البرومت اللي انا اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات عشان اديله تعليمات اضيفها ينفذها لي وهو بيعمل التحليلات، والفيديو اللي فات هتلاقي الرابط بتاعه على الشاشة. ومن أمثلة الحاجات اللي ممكن أضيفها إني أقول له يديني التحليلات كلها في تاب واحدة، وإنه يخلي مسافة صفين فارغين بين كل جدولين مثلا. والإضافات دي لما بضيفها قبل ما أطلب منه ينفذ البرومت أكيد ده هيوفر معايا وقت. والسبب التاني هو إن لو التحليلات دي متكررة معايا فالأفضل إنه يبقى عندي نسخة مفصلة مكتوبة زي اللي هو مديها لي دي عشان أحفظها كتمبلت للبرومت. لان لو المره الجايه كتبت له البرومت المختصر بس ممكن يديني نتائج مختلفه او مش مطابقه لنفس النتيجه اللي اداها لي في المره الاولى. فاللي هعمله هنا اني هاخد البرومت اللي هو اداهولي وممكن اعتبره هنا هو جسم البرومت، وبعدين هعدل عليه واضيف زي البرومت، وبعدين هديله البرومت الكامل دوت واقول له ينفذه. وكده يبقى عندي برومت كامل مفصل ممكن احفظه عندي، وفي نفس الوقت ما خدتش وقت في التفكير في انواع التحليلات اللي ممكن اطلعها من الداتا دي، ولكن خليت تشات جي بي تي يساعدني في افكار التحليلات اللي هضيفها في البرومت. ودي كده كانت الفكره الاولى الخاصه بجسم البرومت. في الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لك افكار وملاحظات اكتر عن جسم البرومت انا لاحظتها، وانا جمعت كل الافكار والملاحظات والمشاكل اللي واجهتني وحلولها في مكان واحد على سكول، والرابط موجود تحت الفيديو لو حابب تشوف التفاصيل. اشترك في القناه عشان تشوف باقي الملاحظات. سلام.